السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اوريكم طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن من غير ما تعملي دخان ولا تشغلي الشواية. تعالى اوريكي طريقة مبسطة جدا. دلوقتي جبت الفراخ تقطعيها زي ما انت عايزة، دبابيس، صدور، اللي انت عايزاه، بابريكا مدخنة، توم باودر وبصل باودر، ومعانا الملح، ومعانا زعتر ناشف زي ما احنا شايفين كده، ومعانا ربع كوباية خل، ومعانا معلقة كبيرة فلفل اسود، وبيكنج باودر معلقة صغيرة شايفينها، وربع كوباية زيت. تعالوا بقى نشوف الطريقة. طريقة مبسطة جدا وسهلة، مش هتتعبي نفسك ولا تعملي دخان في شقتك. تعالوا بقى نشوفها. دلوقتي هجيب الفراخ ايا كان بقى، صدور، وراك، دبابيس، هنفضل ننغزها كده بالسكينه. عشان ايه؟ لما نيجي نتبلها التوابل كلها تدخل جوه الفراخ وتتغلغل فيها زي ما احنا شايفين كده. نغزتها كلها بالطريقه دي. تعالوا بقى نشوف معايا. هنحط البابريكا المدخنه والثوم باودر وبصل باودر، ومعانا كمان الزعتر الجاف، مش الفريش، الجاف، ومعانا كمان فلفل اسود معلقه كبيره كده حلوه، ومعانا كمان معلقه من الملح، وما تنسيش معلقه الصغيره بيكنج باودر اللي هتخلي لك الفراخ تحفه، وربع كوبايه خل، وربع كوبايه زيت. طريقه مجربه يا بنات، هتجربوها هتقولوا فعلا فراخ مشويه. هفضل ادعك بقى الفراخ اللي معايا كده لحد ما تتغلغل كلها كده معايا، وهسيبها في التتبيله قد ساعتين كده لحد ما تشرب منها وتتغلغل جوه الفراخ. هحطها في علبه محكمه الغلق في التلاجة. هنطلعها من التلاجة بعد ساعتين، وهبتدي بقى ارص في صينيه. هرص كده الفراخ كلها اللي انا متبلاها وقعدت في التتبيله ساعتين، ونغزتها كلها بالسكينه عشان خاطر تتغلغل فين؟ في الخلطه بتاعتي. الخلطه مش هرميها طبعا، احط بقيتها كلها، وهرجع بقى على البوتاجاز كده من فوق. هطلع عليها على البوتاجاز من فوق، وهيبص ريحتها كانت تحفه، قلب المكان كله والبيت كله. اسيبها شويه قد 10 دقايق، وبعد كده ادخلها الفرن. بصوا طلعت من الفرن تحفه. عايزه تحط لها فحميه مفيش مانع، حطي فحميه وبالهنا والشفا. بسم الله ما شاء الله، كانت طعمها جميل جدا من غير ما تعملي دخانه في الشقه او تتعبي نفسك. فراخ مجربه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.